انت عارف يا صديقي ان في مكملات بتتباع يوميا بمئات الالاف وهي مش هتفرق في شكل جسمك او عضلاتك 1%. والغريب في الموضوع ان احنا بنبيعها، بس انا عشان بحبك انا جاي اقول لك على اكتر 5 مكملات مالهمش لازمه في كمال الاجسام. جاهز تعرفهم؟ يلا بينا. السلام عليكم، معاكم كابتن عبد الرحمن، واحنا النهارده في قناه عبد الرحمن سبلمنت، اول قناه مصريه مختصه بمحتوى المكملات الغذائيه فقط. واحنا النهارده هنتكلم عن اكتر 5 مكملات في كمال الاجسام ملهمش لازمه، ولو اشتريتهم فانت يعتبر بترمي فلوسك على الارض. وخليني قبل ما اقول لك المكملات دي اعرفك ان كلامنا هنا موجه للناس اللي بتتمرن بشكل طبيعي، مش الناس اللي بتاخد استرويد. لان الناس اللي بتاخد استرويد ممكن بتحتاج مكملات هي قد تكون ملهاش لازمه لشخص طبيعي، ومعاهم هم تفرق كتير. قبل ما اقول لك المكملات دي انا حابب اضيف لك معلومه هتفرق جدا في نظرتك للمكملات، وهتعرف تقيم المكمل بنظره اوسع، الا وهي الاحماض الامينيه. كلنا بنسمع عن الاحماض الامينيه، بس للاسف مش كلنا يعرف ايه هي الاحماض الامينيه. باختصار شديد، البروتين وحده بناؤه هي الاحماض الامينيه، الطوبه اللي بتبني البروتين. والطوبه دي في منها نوعين: طوبه اساسيه او احماض امينيه اساسيه، واحماض امينيه غير اساسيه. الفرق باختصار شديد: الاساسيه الجسم ما يقدرش ينتجها لنفسه، اما الغير اساسيه فجسمك يقدر يخلقها لنفسه حسب احتياجه. بالنسبه لعدد الاحماض الامينيه فهم كلهم 20، الاساسيه 9، اما الغير اساسيه 11 امينو اسيد. بالنسبه للمصدر زي ما اتفقنا، الاحماض الاساسيه الجسم ما يقدرش يخلقها لنفسه، وبالتالي لازم تيجي من مصدر خارجي زي اللحوم، زي الاسماك والدواجن، الالبان والواي بروتين، واي مصدر خارجي. والاحماض الامينيه بشكل عام مهمه جدا وداخله تقريبا في كل العمليات الحيويه في جسمنا، من المناعه، من انزيمات، من هرمونات، من تخليق بروتين، وحاجات كتير جدا. كل حاجه الاحماض الامينيه بتدخل فيها. خلاص عرفنا قصه الاحماض الامينيه، اركنها لي على جنب دلوقتي وتعالى اكلمك عن المكمل رقم 5. المكمل رقم 5 معانا هو مكمل الامينو او مكمل الاي دبل اي، واللي ناس كتير ما تعرفوش ان الاثنين اصلا واحد. اي دبل اي اختصار اسينشال امينو اسيد او الاحماض الامينيه الاساسيه. ايه هو مكمل الامينو اسيد اصلا؟ هو عباره عن ال9 احماض امينيه الاساسيه اللي اتكلمنا عنهم من شويه متجمعين في كبسوله واحده. طبعا الامينو موجود في السوق باشكال واسماء كتير جدا، زي الامينو 4 اتنينات، زي الامينو 10000، زي الامينو فيول، وغيرها كتير من المسميات. والاسم لما بيكون متكون من رقم فده بيعبر عن تركيز الاحماض الامينيه في كل جرعه. يعني الامينو 4 اتنينات عباره عن وزن الاحماض الامينيه بالملي جرام. عايز اقول لك ان مكمل الامينو ده من اكتر المكملات اللي واخده صيت وبرده اشاعات كبيره جدا. انا فاكر وانا صغير كان اي حد فورمه يشوفوه يقولوا انت اكيد بتاخد امينو، شكلك بتاخد امينو، عضلاتك بتقول كده. انا فاكر برضو زمان كنت بتمرن كان الكابتن عنده علبه امينو فاتحها وبيبيعها بالواحده، يعني كانت الواحده ساعتها ب2 جنيه. فكان تخيلي ان الامينو ده يعني ده حاجه رهيبه، انت تشتري الحبايه دي اكيد هتعمل كوارث جوه. ولكن بقى لما الواحد درس واتعلم لقى حاجه مفاجئه تماما. الاول بس خلينا نتكلم عن نوع مشهور زي امينو 4 اتنينات بتاع شركه اوبتيمم نيوتريشن. منتج زي ده جرعته 6 تابلت في اليوم. تعرف ان كل تابلت فيها تقريبا 1.1 جرام بروتين، يعني ال6 حبات على بعضيهم فيها 6.5 جرام بروتين. وهنا طبعا هيخطر في بالك سؤال: طب ليه ما اشتريش مكمل بروتين ورايح دماغي؟ بالظبط كده، وده اللي انا عايز اوصله لك، ان مكمل بروتين افيد بكتير جدا من مكمل امينو. مكمل بروتين افريج بيبقى فيه 23 جرام بروتين في الجرعه باختلاف الانواع، ما اعتقدش انك هتلاقي اقل من كده. ولو جيت تقارن السعر فمكمل البروتين ارخص بكتير جدا جدا من مكمل امينو. ولكن الشركات وهي بتسوق لازم تضخم لك وتعظم لك من فايده الامينو عشان حضرتك تشتريه، وفي الاخر انا حطيته على راس قائمه المكملات اللي ملهاش لازمه. المكمل رقم 4 مكمل البي سي دبل اي. ما تتصدمش عزيزي المشاهد، البي سي دبل اي
معانا في الخمس مكملات بتوع النهارده. خلينا نعرف في البدايه المكمل ده بيتكون من ايه. هو بيتكون من 3 احماض امينيه اساسيه، الليوزين والايزوليوزين والفالين. 3 مع بعض بيكونوا منتج اسمه البي سي دبل اي. فايدته ايه يا كابتن عبد الرحمن المنتج ده بيدعم الاداء ويخليك وبيقاوم الاجهاد، بمعنى اصح ومختصر بيقاوم الاجهاد. تلاقي الناس اللي معاها ازاز في الجيم زرقاء وحمراء وخضراء غالبا ده بيكون بي سي دبل اي. طيب هل المكمل ده يستحق ان انا اشتريه؟ الخلاصه لا. خليني اقول لك ان في ميتا اناليسيز، والميتا اناليسيز يا جماعه هي بتبقى دراسه اكثر دقه من اي دراسه، لان هي بتراجع عدد كبير جدا من الدراسات 10 20 30 زي ما يكون، ويطلع لك نتيجه دقيقه وبدون تحيز. لان في دراسات كتير صاحب الدراسه او القائمين على الدراسه بيكونوا عايزين يبرزوا نتائج معينه ويضخموها عشان يخدموا اهداف بره عن الواقع. الميتا اناليسيس دي لقت ان مكمل البي سي دبل اي ملوش تاثير يذكر على مقاومه الاجهاد اثناء التمرين، ولقيت ان هو مفعوله باختصار شديد بيقلل من وجع العضلات بشكل بسيط جدا. مكملات البي سي اي من المكملات الغاليه مش رخيصه، من المكملات اللي ملهاش اي 30 لازمه، واخده صيت واخده شهره على الفاضي. المنتج رقم 3 ال ارجينين. طبعا انت اول ما دخلت الجيم وسالت الناس دي بتوصل للبامب ده ازاي، ناس كتير قالت لك خد ال ارجينين، ولكن للاسف الكلام ده غلط. مكمل ال ارجينين على ما يوصل للدم بيكون جزء كبير جدا منه اتكسر وتحول من صوره ال ارجينين لصور تانية مش هتفيدك في الحته دي اصلا. طب اخد ايه يا كوتش يأدي لي الوظيفه دي ان انا عايز بامب وعروق؟ خد ال سيترولين. مكمل ال سيترولين بيعدي عادي جدا من غير ما يتكسر وبيوصل للكلى مباشره، وبعديها الكليه بتحوله لمكمل الارجينين ويبدا بقى يدي لك كل الوظائف دي من خلال ان هو بيتحول لحاجه اسمها اكسيد النيتريك، ودي اللي بتدي لك البامب اللي انت عايزه. يعني بمعنى اصح وخلاصه الكلام ان مكمل السيترولين بيديك ارجينين اكتر من مكمل الارجينين ذات نفسه. لذلك مكمل الارجينين معانا من ضمن اكتر 5 مكملات ما لهمش لازمه. المكمل رقم 2 مكمل الجلوتامين. كم مره سمعت ان مكمل الجلوتامين هيساعدك تعمل استشفاء سريع جدا وبالتالي تبني عضلات اسرع؟ خليني اقول لك ان مكمل الجلوتامين بيستخدم طبيا في حالات خاصه، زي لا قدر الله واحد عنده حروق كبيره او عنده جروح كبيره جدا. هنا الجسم بيحتاج كميه جلوتامين كبيره من مصادر خارجيه عشان يساعد على الالتئام من الجروح اللي فيه. اما لو انت لاعب كمال اجسام وعايز تستخدم حاجه تعمل لك ريكفري سريع، فالجلوتامين مش مناسب ليه. وده باختصار لان جسمك بيصنع احتياجه الكامل من الجلوتامين، واي جلوتامين خارجي مش هيفيدك باي حاجه. اما الجلوتامين ممكن يبقى ليه فوائد تانية بعيده عن الاستشفاء، زي ان هو مثلا بيسهل حركه الامعاء وبيسهل لك الهضم، ولكن طبعا هو بيتروج ليه كمكمل غذائي في الريكفري مش في الحته دي خالص. فقيمه مقابل سعر ما يستاهلش خالص انك تشتريه. لذلك الجلوتامين معانا في اكتر 5 مكملات ما لهمش لازمه. وبكده نكون وصلنا للمكمل رقم 1. اكيد لما انت دخلت الجيم وكنت عايز تنزل شويه دهون، الكابتن قال لك روح الصيدليه وهات مكمل ال كارانتين تركيز 1000، مكمل رخيص وبيحرق دهون بسرعه. واكيد انت سالته ازاي يا كابتن، وقال لك عن طريق ان هو بينقل الخلايا الدهنيه للمصانع في الخلايا تحولها لك لطاقه. عايز اقول لك الكلام ده لما نيجي نناقشه بشكل علمي، المشكله مش في النقل، المشكله ان الجسم اصلا مش بيحتاج ال كارانتين خارجي، وان بيصنع احتياجه لنفسه بشكل كافي. ده غير اساسا ان كميه ال كارانتين اللي بتوصل للدم على ما تعدي على كل اعضاء جسمك وتتهضم بيوصل ما يقارب من 5 ل 15%، فهو بكل المقاييس ملوش اي 30 لازمه. مكمل تاثيره طفيف ولا يكاد يذكر. ارجوك ما تشتريش ال كارانتين وترمي فلوسك على الارض. طبعا يا صديقي انت قاعد مستني اجابه السؤال بتاعت انتوا ليه بتبيعوا المكملات دي لما هي مش مفيده يا اولاد ببساطه شديده كده في نوع من العملاء مهما تقنعه هو بيصر على اللي في دماغه، وانت كمكان سبلمنت لازم تكون متكامل وعندك كل اللي العملاء بيطلبوه، بشرط ان الحاجه تكون اصليه ومن غير اي غش. وبس كده. بس كده يا صديقي احنا خلصنا ال5 مكملات اللي ما لهمش لازمه.
لو عندك اي سؤال في المكملات سيبه لي في كومنت، وما تنساش اللايك والسبسكرايب الجميل بتاعك. وبس كده، اشوفك في الفيديو اللي جاي. سلام.